شكرا جزيلا. كانت تلك الأوضاع إذن في حماة وفي محافظة القنيطرة على الحدود مع الجولان السوري المحتل. اندلعت مواجهات بين قوات النظام والجيش الحر في محيط منطقة نبع الصخر. وقالت لجان التنسيق المحلية إن قوات النظام قصفت براجمات الصواريخ والمدفعية بلدات بات الخشب وبريقة وبئر عجب. معنا من القنيطرة الناشط الإعلامي أبو عمر الجولاني. أبو عمر، ماذا تقول لنا عن آخر ما أسفر عن الاشتباكات في المنطقة؟ نعم، تشهد قرى محافظة القنيطرة طقسا عنيفا ومركزا منذ عدة أيام، وخصوصا على قرى جفاف الخشب وطنجة وبير عدن. وتم امس السيطره على مقر تابع لحزب البعث بعد سلسله عمليات الجيش الحر في مدينه خان هرمله، يستولى بها على مقار امنيه وعسكريه، مع اشتباك القصف على قرى بير عدن المحرره التي يعتدي النظام على اقتحامها. اما بالنسبه لبلده جده، تشهد بشكل يومي حرب الزلزال من الساعه 7 مساء الى الساعه 7 صباحا، مع اطلاق قذائف الهاون والرشاشات الثقيله على اي شيء يتحرك من الطريق الواصل ما بين بلده جده حرر وجده ام باطنه. في هذه المناطق التي لم تشهد منذ 40 عاما اطلاق رصاصه واحده باتجاه المحتل الاسرائيلي، تستقبل اليوم واضح من الحلم والقذائف من الاحتلال الاسدي الذي طالما تغنى بالقوميه والممانعه. اكثر من 40 عاما ونحن نحقق في مرايا العزيمه والجد والعار، 40 عاما ونحن نشتغل حلم العوده للجولان، 40 عاما وهذا النظام يجازي على بنائنا نحن ابناء القنيطره والجولان. شكرا جزيلا لك. الحاله الانسانيه في محافظه القنيطره هي سيئه بسبب انفصال المحيط على كافه شكرا جزيلا لك. عذرا على المقاطعه. من القنيطره الناشط الاعلامي ابو عمر الجولاني. في مصر